من الآخر. من الآخر اتفضلي. اليوم أنت قلت لي منذ قليل لم أدخل التلفزيون بحياتي المصري. صحيح. اليوم كثيرون، وده دليل على إقصائنا. لا، دليل بالنسبة للبعض الآخر بأنه هذا دليل على عدم تجربتك بهذا الإعلام المرئي. فاليوم يقولون من الذي قال لك أنني ليس لي تجربة بالإعلام المرئي؟ طب خليني أقول لك وخليك تقول. هو بالفعل الإعلام الرسمي يقولون كثيرون أنك بمعنى أنك، وسامحني، أين كنت أعمل؟ غير مناسب لي هذا المنصب، وأن والذي أدار الإعلام ل 22 وزير. ربما أنا من القلائل الذين درسوا الإعلام ومارسوا الإعلام ل 32 سنة. أنا يا أختي خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة، مارست الصحافة. طب ليش عم شوفوا إنه الميدالية الوحيدة التي قلدتك لهذا المنصب هو أنك من الإخوان؟ 33 سنة. من الذي قال لك؟ أنا نقابي في نقابة الصحفيين يا أختي ل4 دورات متتالية. من الذي قال لك أنني خارج الإطار؟ هي مشكلة على التلفزيون. العسكري الذي أدار التلفزيون كان محترفا. الوفدي الناصري الشيوعي الليبرالي الذي أدار التلفزيون. أنا من القلائل الذين مارسوا الإعلام لمدة 33 سنة. تقولين لي أنني بعيد عن هذا المجال؟ معالي الوزير، اليوم أنا حسيت من أول لقاء عندك شعور بالغبن والظلم تجاه الأخوان المسلمين، بمعنى أنكم لم تعطوا بعد فرصة سليمة وصحيحة لتثبتوا. أنت عندك ثقة أنه إذا ما تم إعطائكم هذه الفرصة سوف يعني يغير الناس رأيهم. أنا ثقتي في الله سبحانه وتعالى. طيب. ثم في تجربتنا عندما قدنا العديد من المؤسسات والهيئات والإدارات بفضل الله نجحنا. وجودنا في هذه الأماكن جاء بفضل الله وبتوفيق الله، ليس بمهارة منا وحدها، وإنما جاء بفضل الله وبتوفيق الله ثم بثقة الشعب المصري فينا. طيب. نحن بإخلاصنا بمشيئة الله لله أولا ثم لهذا الشعب سننجح في مهمتنا، ونحن نصر على النجاح وسننجح بعون الله كما نجحنا في الماضي. وجربنا الشعب كثيرا رغم الاضطهاد ورغم الظلم ورغم العمل تحت القصف الذي كانت تمارسه السلطة. كنا ننجح وسننجح الآن بمشيئة الله رغم الصعاب التي تواجهنا.